السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الوصفة ديال اليوم اللي غنتقاسمها معكم اللي هي عبارة على بسيطلات صغار فرديين ديال الحوت. كنتمنى ينالوا اعجابكم. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وكما كتشوفوا غادي نديروهم بهذا الشكل هذا اللي كيجي صراحة ساهل، كيجي راقي في المنظر ديالو وسهل حتى في الخدمة. تابعوا معايا الفيديو. بالنسبه اول حاجه غادي نحضروها هي هاد الشرموله اللي غادي نشرملو بها المكونات كاملين ديال هاد البسطيله هادي. خديت هنايا القزبور ومعدنوس، قرطتهم ودرتهم في المهراز ودقيتهم مع جوج ديال الحبات من الثوم. دقيتهم في المهراز، انا من الاحسن كندوزهم في المهراز، واخا نقرضهم ضروري ندوزهم في المهراز. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص نيوك مام، اختياريه الا كانت عندكم، كتجي زوينه. هاد لي صوص كاع كيجيو زوينين في البسطيله. وعندي ايضا لاصوص الصوجا، حتى هي خديت منها معلقه كبيره. الا كانت عندكم لاصوص الصوجا ممكن تكتفيو بها هي فقط، والا كانت عندكم صوص نيوكما نديروها حتى هي، راه كتجي زوينه في البسطيله ديال الحوت. صافي هنا ضفت شويه ديال الابزار وشي شويه ديال السكنجبير. كما كتشوفوا معايا نضيفوا العطريه كامله في الاول باش ما نبقاش نعاودوا نديروا العطريه. صافي هنايا ضفت الكمون، تقريبا نص معلقه صغيره ديال الكمون. عندي هنايا الملحه، يعني الملحه غادي ديروا غير شويه لاننا مازال غنديروا شي حويجات اللي غيكونوا مالحين، يعني ديروا بحسب انكم مازال غديروا الحامض مصيار، مازال غنديروا الفرماج، نتوما غادي تشوفوا معايا. زدت شويه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الهريسه. الهريسه اختياريه، هي كتعطي واحد يعني اللذه وشويه د الحار في البسطيله. هنا ضفت العطريه ديال البسطيله اللي كتباع، ضفت تقريبا 2 معالق كبار ديال العطريه ديال البسطيله، يعني البسطيله ديال العطريه ديال البسطيله د الحوت، خاصه بالبسطيله د الحوت. صافي هنايا غادي نضيف واحد نصف حامضه، وما غاديش ندير الزيت باش الا درت الزيت ما غاديش تشرب ليا هذوك المكونات اللي غندير هاد الشرموله، ما غاديش تشربوا ليا مزيان هذيك العطريه. داكشي علاش ما كنديرش الزيت، ما غنديرش الزيت دابا. صافي غادي نخلط هاد الشرموله هذه اللي غادي نستعمل وغادي نخليها على جنب. هنايا خديت الكروفيت الكميه اللي بغيتو نتوما، انا صراحه ما عبرتش شحال خديت. عندي هنايا الكالامار اللي سبق ليا سلقته في الماء، وورق سيدنا موسى وضريس ديال الثومه. هنا عندي الزبده، من الاحسن تستعملوا الزبده نوعيه جيده، استعملت من اصل يعني حيواني سونترال. هنا خديت الزبده، خديت درتها في واحد المقيله، وغادي نبدا بالكروفيت هو الاول. غادي نضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال هذيك الشرموله اللي وجدنا في الاول. صافي وغادي نشحر مزيان هذا الكروفيت هذا حتى يعني تقريبا ما كياخذ لينا هو راه دغيا كيطيب، هو غير كيشم الصهد صافي كيتجمع كيطيب. صافي غادي يعني تشحروا هكا يبان لكم طاب، وغادي تحيدوه كما غادي تشوفوا معايا. يعني هاد المقله راه حنا غنشحروا فيها كل شيء باش يعني باش يسهل علينا، تسهل علينا الخدمه. شفتوا معايا ملي كنديروا هاد الشرموله من الاول كتسهل علينا باش ما نبقاوش كل حاجه نعاد نديروا لها العطريه ديالها ونديروا لها القوام ديالها، يعني كنسهلوا لعروسنا الخدمه. وكما قلت لكم راه مقله وحده غنشحروا فيها كل شيء. بالنسبه اللي بغى يزيد شي نوعيه اخرى ديال الحوت يقدر يزيدها. صافي دابا غادي ندوز عاوتاني باش نشحر هذاك الكالامار اللي كما سبق لي وقلت لكم راني سلقته في الماء. يعني غير تتجي فيه الغليه صافي كتحيدوه، ماشي كيتسلق بزاف باش ما يقصحش. سلقته مع ورقه سيدنا موسى وواحد الريس ديال الثومه. كتعطي صراحه ورقه سيدنا موسى كتعطي بزاف واحد النكهه زوينه للبسطيله. وانتم غادي تشوفوا معايا واحد السر اخر من الاسرار ديال البسطيله باش كتجيكم بنينه. نتقاسموا معكم، تنظن الاغلبيه كيديرها، المهم انا غادي نتقاسم معكم داكشي اللي كندير. هنايا صافي زدت شي شويه ديال الشرموله على هذا الكلامر هذا، حتى هو كنشحرو. صافي حتى هو غنضيفو على داك الكروفيت اللي سبق ليا وجدت.
ودابا كما قلت لكم هذا هو السر ديال النكهه الزوينه ديال البسطيله اللي كتجي يعني فيها الريحه ديال الحوت. عندي هنايا القشور ديال الكروفيت، سلقتهم مع ورقه سيدنا موسى وشويه الثومه. هذيك القشور ديال الكروفيت اللي سلقناهم كنصفيوه، وكناخذوا هذاك الماء هو اللي كنفزقوا فيه الشعريه. كما وريتكم الماركات الشعريه اللي كنستعمل هي ديال الروز، صراحه كتجيني انا هذه احسن من الاخرى. صافي ديك الشرموله اللي بقات عندي غادي نعاود نديرها في ديك المقلاة اللي سبق لينا شحرنا فيها الكروفيت والكالامار. كناخذ هذيك الشعريه انا كنقطعها غير بهذه الطريقه هذه، ولا تقطعوها بالمقص. صافي صفيتها من داك الماء اللي فيها، وغادي نضيفها على هذيك الشرموله ونشحرها حتى هي، حتى الشعريه حتى هي كنحاولوا اننا نشحروها باش كيتبخر من هذاك الماء اللي فيها، باش هكايا الشرموله ديالنا ما كتكونش يعني فيها الماء وغادي تخسر لنا الورقه من بعد الا خليناها فيها الماء. يعني غنعاود نشحر كلشي في هذه المقله هذه غير واحد شويه ماشي بزاف. وغادي نضيف دابا هذاك الكروفيت والكالامار اللي شحرنا من قبل. كما شفتوا راه كيطلق الماء. دابا راه غنشحر كلشي وغادي داك الماء غادي يتبخر. صافي هنايا عندي شويه الزيتون، شويه الحامض مصير، وشويه ديال مطيشه الحك. غادي نضيف شويه ديال الزيتون، غير شويه ماشي بزاف. كما قلت لكم غديروا بحساب يعني الملوحه، غديروا بحساب الحامض المصير، وبحساب حتى الفرماج راه مالح، وحتى الزيتون راه مالح، وحتى هادوك لي صوص اللي درنا لاصوص نيوكمام ولا صوص صوجار حتى هما راه فيهم واحد النسبه ديال الملوحه. وصافي غادي نشحروا هادشي، وصافي حتى حيته من فوق، يعني من فوق النار، وضفت عليهم شويه ديال الفرماج الحمار وواحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. صافي وغنخلط هاد الحشوه ديالي مزيان، وغادي نخليها على جنب باش تبرد. يعني ما نخدموش بها وهي سخونه باش ما تقطع ليناش الورقه. بالنسبه للورقه من الاحسن انكم تكونوا جبتوها يعني جديده باش هكذايا ما تعذبكمش في الخدمه. صافي خليت هنا الحشوه باش تبرد. هنا خديت واحد البيضه كامله ضربتها مع شويه ديال الخل، هي باش غادي نلصق هاد الورقه، وهي باش غندهن حتى في الاخير ملي غادي نساليهم غادي ندهنهم بداك يعني بديك الكميه اللي غادي تبقى ليا من البيض مع الخل كنديروه باش يحيد لينا الزفوريه. صافي هنا كما شفتوا الورقه راه وضعت الجهه اللي كتكون رطبه هي من التحت، والجهه اللي كتكون حرشه من الورقه كنديروها هي الفوق. صافي كنوضعوا واحد شويه ديال الحشوه كما كتشوفوا معايا، وكنبداو نجمعوا بهذه الطريقه هذه. راه من اسهل طريقه باش تجمعوا البسطيلات الصغار هي هذه. صراحه انا كنفضل هذه الطريقه على يعني باقي الطرق الاخرين. كتجي حتى في الشكل ديالها كتجي زوينه، وما كنضطروش اننا نعاودوا نضبلوا الورقه ولا صافي. يعني كنديروا ورقه واحده راه كدير لنا بسيطله صغيره. بالنسبه للورقه اللي غادي يسولني على العبار، راه هذه الورقه الكبيره ماشي الصغيره. الورقه الكبيره راه كدير لنا بسيطلات صغار. صافي كتحاولوا انكم تدوروها غير واحد شي شويه وما تزيروش عليها بزاف باش ما تقطعش ليكم. يعني حاولوا انكم تتعاملوا معها غير بشويه، ما تزيروش على الورقه راه غتقطع. وبالنسبه لذاك التحت واخا تشوفوها يعني هكايا تشققات ولا ماشي مشكله، راه داك البيض غير دهنوا البيض مزيان راه كيسودي كاع كيسودي كاع دوك البليصات ماشي مشكل. غير دهنوا بالبيض مزيان وما تخافوا من حتى شي حاجه. وكما شفتوا هانتوما يعني سهله من اسهل ما يكون هي هاد الطويه هذه. يعني ما كتاخذ لكم حتى الوقت بزاف وتصاوبوا واحد الكميه يعني بالنسبه للورقه انا خديت نص كيلو ديال الورقه. نص كيلو تقريبا كيخرج لكم 11 بسطيله هكا صغيره تقريبا 11 ولا 12 بحال هكا. صافي كما شفتوا هذا هو الشكل ديالها. كتحاولوا انكم مزيان دهنوها بالبيض، غير دهنوها بالبيض وما تخافوا من حتى شي حاجه. راه ما غتحل ما غادي هانتوما غادي تشوفوا معايا في الشكل في الاخير كيفاش غادي تجي. صافي غادي نعاود معكم وحده بالنسبه يعني اللي مبتدئات لاول مره كتجربها. الطريقه من اسهل ما يكون. صافي كتحاولوا انكم تجمعوا هذوك الجناب بهذه الطريقه باش كيجيوكم دوك الطويات هكذايا. صافي وكتشدوا هكا بحال الكميميسه
دوروها غير واحد شي شويه، وانتم راه خفين يديكم، ما تزيروش يديكم بزاف وصافي. وكتحاولوا ملي تحلوها كتبقاو تقادوا هذوك الطويات وتقلبوها من بعد دهنوها. نتوما كما شفتوا هذه راه تشقات واحد شي شويه، ولكن راه غادي ندهنها بالبيض مزيان وغادي نرجع عليه هذيك الورقه الاخرى صافي. يعني راه بحال درتو جوج ورقات. وهادشي اللي بغيتو ديروا يعني بسيطلات بالدجاج حتى هما ديروهم بهذه الطريقه، راه حتى هما كيجيو مزيانين ان شاء الله. ان شاء الله نعاود نتقاسم معكم بسيطلات ديال الدجاج صافي. هما بعد ما كملتهم كاملين وغادي ندهنهم بداكشي اللي بقى ليا ديال البيض، وهو دا الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. وهكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم وتشتركوا في القناه اذا مازال ما مشتركينش. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.